السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فاطمة. مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فيديو حماسي غني بمجموعة من الوصفات اللي بمكونات بسيطة يمكن لكم هكذا تحضروهم في بداية الأسبوع. هكذا يكفيكم مدة أسبوع حتى لعشر أيام على حسب الاستهلاك ديالكم لهاد الوصفات هكذا ديال الكوتي أو الفطور كيف ما كتبغيو. فوصفات رائعة تستحق التجربة. فهنايا أول حاجة قطعت لكم باش تشوفوها معايا هي ريش بوند باللوز، والثانية هي ريش بوند العادية بذوق البرتقال أو الليمون، والثالثة ريش بوند بذوق الكاكاو والمر. كيجيو رائعين هشاشين رطبين كيستحقوا التجربة. وإن شاء الله غادي نشارك معكم جميع أسرار تحضير هاد الوصفة زائد الاحتفاظ بها لمدة طويلة بدون ما تغمل معكم ولا حتى شي حاجة كتبقى كما صيبتوها. يكفي غير تبعوا معي خطوات الفيديو خطوة بخطوة إن شاء الله وتحضروها بنفس الطريقة وكونوا متأكدين حتى إلا بغيتو تعتمدوها يعني في الطلبيات ديالكم فممكن. فرائعة كتجي من أروع ما يكون، ما تحشمكمش إن شاء الله مع الزبناء ديالكم. هنا صورت لكم هذا المقطع ديال الرزيزه، سبق لي وحضرتها معكم حتى هي حضرتها ولكن ما نزلتهاش في هذا الفيديو لاني فيت لي نزلتها معكم على القناه غير ان تشاركتها معكم. ان شاء الله نخليكم الرابط ديالها مثلا الا بغيتو تحضروها. فبسم الله على بركه الله. هنا غادي نبدا معكم بريش بوند العاديه، فغناخذ لها 100 غرام من الزبده. انا كنخدمها بزبده حيوانيه. ضفت قبيصه صغيره من الملح، 100 غرام من السكر الناعم اي سكر كلاصي. خدموها بسكر كلاصي. الا كنتو مثلا كيعجبكم تجي هشيشه ما تجيش فيها داك الرطوبيه بزاف فخدموها بسنيده. انا كنفضلها بالسكر الناعم. وضفت راس معلقه من نكهه البرتقال. معكت المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنا ضفت 30 مليلتر من زيت نباتيه، ما يعادل ربع كأس بقياس كأس العنبة. وكنضيف أيضا حبة من البيض بالتدريج مع التطريب المتواصل. واحد الملاحظة، مثلا إلا بغيتو تخدموا بزبدة نباتية تخدموه ب50 حتى ل75 مليلتر من زيت نباتيه، لان كتعرفوا الزبده النباتيه كتكون ناشفه شويه، لهذا كتضيفوا شويه كميه الزيت باش هكذا كتجي مزيانه. هنايا ضفت 20 غرام من النشا، ما يعادل ملعقه كبيره نشا الذره المايزينا. وهنايا ضفت واحد الخنيشه من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. وعندي دقيق حسب الحاجه، دقيق مخصص للحلويات كتضيفوا عندكم ميزانكم. المهم راه تشوفوا معايا القوام ديال العجين من بعد ما خلطتها فكتجي على هذا الشكل. خصها تجي رطبه على هذا الشكل، راه باين القوام ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا. دائما الدقيق كتضيفوه بالتدريج حتى كتحصلوا على القوام المطلوب للحلوه. فكتعرفوا اي حلوه خصها تكون خفيفه باش ما تجيناش قاصحه. هنا غادي نستعن بالميزان، غادي نقيس كل وحده بوزن 9 غرام، او الا بغيتو كتوزنوا 18 غرام الحبه. كيجيو الحبات ديالها كبارين. فانا هنا كيف ما لاحظتوا معايا كل وحده فيها 9 غرام. كنبقى مستمره حتى كنكملهم كاملين بهم وكنوضعهم في لاطه اللي كنكون دهناها بزبده نباتيه، عفوا بزيت نباتي، الزيت ماشي الزبده. نتوما بغيتو تعملوهم كبار فكيبقى لكم الاختيار. انا راه فيت لي حضرتهم معكم بوزن 18 غرام باش الا تزربوا عليهم هكذا فكتعملوهم يكونوا كبارين. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله من العجين كنرصها في اللاطه. هنا غادي ندوز باش نحضر يعني الحليوه الثانيه بذوق الكاكاو. نفس المكونات، 100 غرام من الزبده، قبيصه صغيره من الملح، و100 غرام من السكر الناعم يعني سكر كلاصي كنمعكهم مزيان. ثم كنضيف 30 غرام من زيت نباتيه وحبه من البيض كما كتلاحظوا معايا. هنايا كيف ما شفتوا علاش خصنا نجربوا البيض. بعض المرات كدوز لينا هكذا شي قشره ديال البيض او لا، فديما نجربوه عاد باش نخويوه على الخليط الاول اللي طرب باش ما تضيع عليكمش المكونات الاولى. صافي من بعد ما طربتهم مزيان كنضيف دائما 20 غرام من النشا يعني ملعقه كبيره ديال النشا، و14 غرام من بودرة الكاكاو والمر، خنيشات طربتهم مع بعضياتهم. دابا غادي نضيف الدقيق بالتدريج، وغادي نضيف ايضا واحد الخنيشه من خنيشه من هذاك الخميره ديال الحلوه ما يعادل 8 غرام. وكنعجن جميع المكونات مع بعضياتهم.
دائما الدقيق ضيفوه بالتدريج، وعينكم ميزانكم باش ما تجيكمش الحليوه ديالكم ناقصه. هي الخميره عاد كيضفتها. صافي دابا مني عجنت هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم، نفس الشيء كنعاود كنقيس كل حبه من الغريبه ديالي او من حلوه ريش بوند بذوق الكاكاو، كنعبرها من فئات 9 غرام. صافي كنرصها ايضا في اللاطه اللي كتكون من طبيعه الحال مدهونه بالزيت ماشي الزبده، وعرفت ماني نباع الزبده اليوم. مباشره الى الفرن اللي كيكون سخون مسبقا، مشعول فقط من الجهه السفليه حتى كتبان لكم شدات في راسها وتماسكات شويه، عاد باش كتشعلوا من الفوق. ما كتبغيش هي طياب بزاف، طيب غير في الحدود المعقول. هنا غادي ندوز باش نحضر معكم ريش بوند بذوق اللوز. فعندي 100 غرام من اللوز اللي كيكون عادي نشريوه عادي ونمسحوه ونطحنوه، ما نقليوه ما حتى شي حاجه، كنطحنوه حتى كنيلو على هذا الشكل. ثم كنضيفوا عليه نفس الشيء 100 غرام من زبده، دائما زبده حيوانيه باش يجي الذوق ديال الحليوه ديالنا زوين. كنضيف هنايا 17 16 لا 7 و7 14 غرام من ذوق زهرة البرتقال. السكر مسم ذوق زهرة البرتقال كيجي زوين وكيعطي واحد الذوق رائع. قبيصه صغيره من الملح و100 غرام من سكر كلاصي حتى هما كنمعكم مزيان مع بعضياتهم. ثم كنضيف 30 مليلتر من زيت نباتيه وحبتان كاملتان من البيض. مع كنمعكم مزيان المكونات مع بعضياتهم. تخدموا باليد ديالكم بالعجانه الكهربائيه كما كتفضلوا نتوما. انا كانت عندي كميه كبيره يعني كنت مدروكه لهذا استعملت العجانه، يعني انا عجنت تبارك الله 3 العجنات عاد باش هذاك رزت القاضي. حاولت نخفف على راسي شويه الخدمه، راه ممكن تخدموا غير باليد. هنا ضفت الدقيق حتى هو كنضيفوه بالتدريج، وواحد الخنيشه من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. وهذا هو القوام ديال الحليوه ديالي، حتى هي كنشكلها بنفس الشيء بنفس الطريقه. كان من بعد ما كيطيبوا هنا كنوجد هذا الخليط ديال مربى المشماش. خديت انا قرعه كبيره وضفت عليها 2 كيسان من ماء الزهر وخليتهم 10 الدقائق كي يغلاو مع بعضياتهم. كنأكد لكم 10 دقائق باش الحلوه قد ما احتفظتوا بها ما تغملش نهائيا. هذاك الخليط خليوه يغلى 10 دقائق مزيان وهو سخون. كنضيف عليه الحليوه ديالي هذه الاولى اللي قضيت يعني اللي حضرت بذوق البرتقال، كنوضعها في هذاك الشراب او لا سيرو ديال المربى. صافي كنحركهم مع بعضياتهم مزيان وكنصبر عليها شويه حتى كتشرب ليا داك السيرو كترطاب. ثم كنصفيها وكنوضعها في الكوك او الكوكو جوز الهند. صافي مني كنوضع هذوك الحبات كاملين بهم على الكوك، كناخذ هنايا الحليوه اللي حضرت بذوق الكاكو. انا باش نربح معكم الوقت سرعت بهذا الشكل، وعاد باش جلست في الميده وبديت كنقاد فيهم. ما نكذبش عليكم انا ما كنقدش نوقف بزاف. دابا انا غير سرعت على ودكم الفيديو ني جاتني مزيانه. صافي وضعت هذوك خليتهم كيتشربوا حتى هما داك الشراب اولا السيرو ديال المربى. وفنت هذوك الحبيبات اللي كتلاحظوا معايا في الكوك الابيض، يعني هذا الكوك عادي بدون اي نكهه. فنتهم مزيان تاني. ردوا معايا البال هذه الملاحظه، اي حليوه فنتوها في الكوك كتوضعوها في لاطه وكتخلي وكتباعدوا ما بيناتهم باش ما كيتلاصقوش، لان تيكونوا مازال مازال ما نشفتش عليهم هذيك الكميه ديال الكونفيتور. فكتحطوهم في اللاطه كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل وكتحتفظوا بهم تخليهم حتى كينشفوا 4 سوايع 6 سوايع. المهم كترصوهم كلهم في اللاطات وكتغطيو عليهم بشي منديل وكتخليهم في واحد البلاصه هكذا في اكوطي هنا هنا بحال كنوريكم كنعت بيدي. كتخليوهم على جنب في الكوزينه حتى كينشفوا مزيان وكيلصق عليهم داك الكوك. هنايا خديت الكوك الابيض زعما الكوك عادي، ضفت عليه ملعقه كبيره من الكاكاو والمر وخلطته باش يعطينا داك اللون على هذا الشكل. صافي تاني كنفند فيه مزيان دوك الحبات ديالي على هذا الشكل ديال الحلوه. صافي تاني كنوضعهم في اللاطه
كتباعدوا ما بيناتهم. هنايا عندي اللوز افيلي تقريبا 200 غرام، خديته حمرته، وهنايا كنهرس فيه باش يلاه يكفيني. كتعرفوا راه الا خدمنا بدوك الحبات كبارين ديال اللوز افيلي ما غاديش يكفي. هكذا كنشدو غير ما بين اطراف الاصابع ديالي هكذا، كنهرس هذوك الحبيبات كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. وبالنسبه لريشبوند اللي حضرت باللوز حتى هي نفس الشيء، خدمتها نفس الطريقه، وضعتها تاني في داك المربى وخليتها حتى تشربات وارطابت تاني. وبديت من بعد ما سقطرتها مزيان كنفندها في الحبات ديال اللوز صافي. وهاني ساليت. المهم من بعد ما خدمتهم كاملين بيهم وضعتهم في اللاطه، غطيت عليهم وخليتهم انا للامانه خليتهم ليله كامله باتوا. عاد بايش درت لهم لومبالاج ديالهم في البواطات. كناخذوا هكذا بواطه اللي يعني دابا الملاحظات، كناخذوا بواطه اللي كتكون كتسد مزيان، كنرتبوا فيها. انا كيعجبني نرتب على هذا الشكل، جوج من هذا الشكل وجوج من الشكل الاخر وجوج من الشكل الاخر، باش ملي كنبغيو نوضعوهم هكذا تقدموهم كتهزوا شويه من هنا وشويه من هنا. ماشي مثلا ديروا هذيك اللي بذوق الكاكاو لتحت والاخرى بذوق الاخر الفوق والاخرى لا، كنتعنكشوا ملي كنبغيو هكذا ملي كنبغيوهم خدموهم على هذا الشكل. ودائما كنفرقوا ما بيناتهم بالورق الزبده صافي، وكتقفلوا عليها مزيان وكتحتفظوا بها في الثلاجه مده شهر كامل، ما كيوقع لها حتى شي حاجه، كتجي لذيذه. انتبهوا للملاحظات اللي عطيتكم، وان شاء الله لا تجربوا راه تعجبكم. كنقول لكم بسلامه عليكم، وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.